أطلق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتمن سورس مدينة المهن والكفاءات بجهة مراكش آسفي التابعة لبرنامج مدن المهن والكفاءات الذي يشكل العمود الفقري لخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني. لقد تم اليوم انطلاق تكوين على مستوى مدينة المهن والكفاءات لجهة مراكش آسفي واستقبال الفوج الأول من المتدربين الذين يبلغ عددهم 1550 متدرب جديد مسجلين بالسنة الأولى. هذه المدينة هي إحدى المدن 12 التي تم تنزيلها في إطار برنامج مدن المهن والكفاءات، وهي التاسعة التي تفتح أبوابها منذ سنة 2022 برسم الموسم التكويني 25-26. ستوفر هذه المدينة عرضا تكوينيا بقابلية ولا بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مقعد سنويا، يتم تنزيلها من خلال 75 شعبة تغطي 8 قطاعات مختلفة. الهدف هو أنه هذه المعلمة في الحقيقة ديال التكوين المهني اللي جات كتنضاف للثمانية ديال مدن المهن والكفاءات أخرى اللي سيد الله ينصرو حتى الانطلاقة ديال المشروع الكبير ديال خريطة الطريق ديال التكوين المهني في 2019. هذا الإتمام اليوم ديال هذه المدينة المهن والكفاءات جات أولا باش تعطي واحد الامكانيات ديال التكوين للساكنه ديال مراكش والجهه وما جاورها. كنلاحظوا على انه تقريبا يعني عدد كبير من المتدربات والمتدربين كاينين هنا، وجزء منهم كاين في الداخليه اللي كاين هنا، كذلك واحد اخر تيجي من مراكش وتمشي. الشعاب كثيره ومهمه بزاف. وفيما يتعلق بالمنظومة الجهوية، يقترح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم سنة 2025-2026 طاقة إجمالية تبلغ 33,181 مقعدا بيداغوجيا عبر 23 مؤسسة للتكوين المهني، إضافة إلى 6 مراكز متعاقد بشأنها و5 مراكز تابعة لبرنامج إعادة إدماج السجناء. ويغطي هذا العرض عدة قطاعات من بينها السياحة والتدبير والصناعة والرقمنة والبناء والأشغال العمومية واللوجستيك والصحة والخدمات والصناعة التقليدية والصناعات الجرافيكية، مع تكوينات موزعة على 4 مستويات، إضافة إلى البكالوريا المهنية والمسار الإعدادي والتكوين التأهيلي.